السلام عليكم. فرق بين قاعدة ومش قاعدة. نخليها كده بالفصحى قاعدة. يا ترى قاعدة لها معنيين، هناخدها معنيين بس. كلمة rule معناها قاعدة، وكلمة base معناها قاعدة. ايه الفرق بين الاتنين؟ rule معناها قاعدة زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، تنظم، زي قواعد المدرسة، الدخول من البوابة الفلانية والخروج من البوابة الفلانية ووضع الشنط أو الحقائب في مكان معين، فدي اسمها rule قاعدة. وطبعا هنا a rule المفروض أقول قبلها a rule، عشان كلمة a rule هنا الايه دهيت تثبت إن الكلمة دي اسم. يعني اسم noun، يعني ممكن استخدمها في مكان الفاعل او مكان المفعول. تمام، على انها فاعل، وليكن مثلا this rule is good، او I like او I follow this rule. في الحالة دي rule لازم اقول a rule بمعنى قاعدة، والقاعدة هنا قاعدة فكرية او قاعدة mental، قاعدة intellectual. تمام كده. طبعا هناخد من القاعدة ديت هشيل حرف ال A واستخدم كلمة rule من غير ال A. طبعا هستخدمها هنا كverb فعل، بمعنى rule هتبقى بمعنى يحكم. وطبعا هشتق منها النون بتاعها اسم الفاعل a ruler اللي هيبقى معناها حاكم. بس a ruler لها معنى تاني جميل قوي، يعني معنى كده بفاني، اللي هو معناها مسطرة. ليه بقى؟ طب ايه العلاقة بين الحاكم والمسطرة اللي هي خدوها في الأغنية؟ مسطرة همشيك مسطرة ومسيطرة والكلام ده كله. المعنى حقيقي، لأن الحاكم هو اللي بيمشي الناس إلى حد ما، طبعا اللي بتشذ عن القطيع، يعني بتمشي الناس مسطرة زي اللي مسيطرة كده بالظبط. لازم يكون عنده سيطرة على المحكومين. تمام كده؟ يبقى كده a ruler معناها مسطرة ومعناها حاكم. فهمنا الفكرة؟ لكن القاعدة الثانية قاعدة material، قاعدة عسكرية مثلا زي air base BASA والبي فور book. air base معناها قاعدة جوية. في الحالة دي أنا بتكلم على حاجة material مختلفة خالص عن القاعدة المنتال أو mental الفكرية اللي اسمها rule. ناخد بالنا، a rule قاعدة، و a base قاعدة تانية خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.